أنا فكرت كتير أكتر من 2.5 سنين، أفكر أعمل إيه بكل اللي جوايا، إزاي أقول اللي في قلبي، إزاي أوصل إحساسي ويتفهم. النهاردة أنا مش طالبة حد يفهمني ولا يسمعني ولا حتى يحس بيا. النهاردة بكتب كل حاجة وبقولها بصوتي، بلغتي بلغتين، عشان ما يبقاش فيه حجة لأي حد. ساعات في الحياة بيحصل لحظة واحدة بس تقلب كل حاجة جواك، تهزك من جوه زي بركان ينفجر فجأة بكل قوته من غير أي إنذار. واللحظة دي جات، والله العظيم أنا طالعة من جوايا نار، جاية زي اللافا، ساخنة مليانة وجع، ومفيش رجعة بعد سنة من الإجهاض. وبرغم إني كنت باخد حبوب وبرغم الكوندوم، لقيت نفسي حامل تاني. ما كنتش مستعدة، بس المرة دي كنت عايزاها، كنت بختارها. يمكن كمان علشان كل التعليقات من أهلي وجوزي خلوني أتجنن. انتي ليه مش بتخلفي؟ هو فيكي حاجة؟ شكلك خربان، كأني موتور بايظ مش شغال. عيب، نقصة. في الآخر بطلت أرد، أي إجابة كانت غلط، مفيش حاجة ترضيهم، كل حاجة ضغط. بس أنا كنت حامل وكنت حاسة بيكي وكنت بحبك، مش علشان أثبت حاجة ولا علشان أسكتهم، بس علشان قلبي اختارك. الحمل ده ما كنش سهل، كل يوم تراجيع، في المترو، في الطريق للشغل، في العربية، في البيت. بس كنت بقوم كل يوم بشتغل وبشتغل علشان خلاص بقيت مبرمجة، لازم أكمل. بس رغم التعب كله أنا كنت شايلك بكل الحب، كل دقة قلب، كل لحظة خوف، كل كشف عند الدكتور كان رعب. خايفة يسمعني، آسفين البيبي ما بقاش فيه نبض، بس برضو كنت مستنية، لأنك كنت كل حاجة. كنت بحبك من أول لحظة، من غير ما أشوفك، من غير شروط. كنت أنتي لحد ما جه اليوم، الأسبوع 38 و7 أيام. بلغت، نص الليل، المستشفى، الدكتورة، الممرضة، جوزي. أنا وجع مش طبيعي، بس استحملته. كنت عايزاكي تيجي كويسة، ما طلبتش دراما ولا تصفيق، بس طلبت سلامتك. الحقنة خدت وقت بس استحملت. بعد 8 ساعات جيتي، حبيبتي، بنتي، روحي. بس نهاية سعيدة؟ للأسف لأ. اللي حصل بعد كده ما يتقالش، ما يتفهمش، ما يتنساش. بعد 10 سنوات أنا اللي غسلتك بإيديا، أنا اللي لفيتك في قماشة، أنا اللي حطيتك في سريرك الأخير. مش علشان لازم، بس علشان أنا أمك، وأنا الوحيدة اللي كان لازم تعمل كده. والموضوع ده كسرني. حتى بعد 3 سنين، بعد الدموع، بعد الكلام، أنا اللي ولدتك وأنا اللي دفنتك. مفيش وقت بين الاتنين ولا حتى نفس. وفي النص عشت سنين أنقذك من الموت وأنا مش عارفة. وكل يوم كنت بمشي في الطين، بصحى بصعوبة، بعيش وأنا ميتة، بس لسه بحبك حب مليهوش عنوان. أنا مش عارفة إزاي وقتها قمت، ولا إزاي كملت، ولا إزاي كأني شغالة على أوتوماتيك. كل يوم كنت باقوم بس مش عايشة، كنت بهرب من وجعي، من صوتي، ومن نفسي. الناس بتتكلم عن الستات اللي بيجهضوا في أول 3 شهور، بس مين بيتكلم عن الستات اللي بيفقدوا أولادهم بعد الولادة، بعد أول نفس، بعد أول دمعة، بعد أول ضحكة؟ مين بيتكلم عنا؟ مين بيسمعنا؟ ولا إحنا مبالغة، دراما، مجنونة؟ وكل ده وانتي كمان بتتقال عليكي حساسة قوي، انفعالية، ما بتتحمليش، كئيبة. وأسوأهم كتر خير ربنا في غيرها، بس محدش يعرف إنك عايشة بعذاب ساكت، بخوف بيسري في عروقك، بدمعة مش بتجف. أنا واحدة اتربت في بيت بيشوف الراجل أعلى من الست،
في بيئة بتقول الست لازم تبقى ساكتة ناعمة وتخلف، بس أنا بطلت أسكت. ولو انتوا بتقولوا إن الست اتخلقت من ضلع راجل، يبقى إزاي نسيتوا إن كل راجل اتولد من ست؟ ولو الست بس خدامة في عيونكم، ليه كل حاجة واقفة علينا؟ ليه إحنا اللي نشيل ونولد ونتوجع ونتحمل وساكتين؟ ولو قيمتي كامرأة بتتحدد بقدرتي إني أخلف، يبقى أنا بقيت بلا قيمة لما فقدت بنتي، ولا بنتين، ولا لما الرحم رفض يحمي، ولما القلب حب ومفيش حضن يحتضن. أنا مش لعبة مكسورة، ولا ست مش نافعة، ولا حد يترثى عليه. أنا إنسانة وجاية أقول كلمة، ومش لأي حد. المرة دي الكلام لأبي وأمي، أيوة ليكم، انتوا اللي جبتوني الحياة. شكراً على ال30 ثانية اللي نتج عنهم وجودي، بس للأسف انتوا مش فرحتوا بيا، دلوقتي بتلعنوني علشان صوتي عالي، علشان واجعي بيبان، علشان مش بجامل زيكم. بس عارفين ايه؟ أنا مش غلطتكم ولا عقاب ليكم، أنا النتيجة. أنا اللي فضلت واقفة، أنا اللي عيشت وانتوا حاولتوا تموتوا جواها كل حاجة حقيقية. أنا اللي بتتكلم بدل أجيال سكتت. أنا مش جاية أرضيكم ولا أنقذكم، أنا جاية أقول أنا مش مرايتكم ولا عاركم ولا وصمتكم. أنا بني آدمة بقلبي بدموعي بصوتي، ولو في حد يستحق أعيش عشانه فده بنتي وأسرتي اللي اخترتها بنفسي، اللي انتوا ما قدرتوش تبقوا ليها يوم. أنا مش بس كنت حامل، أنا ولدت وجرحت بس ما متش، وكل ده عشان أكون صوت لكل واحدة لسه مش قادرة تتكلم. أنا كنت حاملاً، أنا ولدت، أنا فقدت بس ما متش، أنا وقفت رغم كل حاجة كانت بتشدني لتحت. الناس شافتني بس ما فهمتش، الناس سمعتني بس ما حسيتش، بس مش مهم، لأني النهاردة مش طالبة تعاطف ولا مواساة ولا حد يقولي حيعدي. أنا بقول ده علشان مفيش حد يقدر يكمم صوتي تاني، علشان الوجع اللي جوايا لو ما اتقالش هيقتلني بالبطيء. النهاردة أنا باخد مكاني كامرأة، كام أم، حتى لو بنتي مش في حضني، كشخص بيحب بيحزن بيزعل بس بيقوم، كواحدة صوتها طالع من وجع بس نقي حقيقي لا ينكر. أنا مش جاية أكون بطلة ولا ضحية، أنا جاية أكون أنا بكل حاجة فيا، بجراحي بصمتي بدمعتي وبضحكتي. أنا لسه هنا، وعشان كده أنا بعيش علشان مايا، علشان كل واحدة فقدت وما لقيتش كلمة عزاء حقيقية، علشان اللي بيتكتم عليه ما بيموتش بيكتمنا إحنا. فأنا فتحت صدري، فتحت صوتي، وقلت كفاية. أنا مش لوحدي، وإنتي كمان مش لوحدك. أنا كنت حاملاً